بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لما كنت صغيرا في القضيبية في مسجد عبد الله بن جبر الدوسري، كنت في صلاة الفجر كنت أشوف شخص معضل ذو هيئة يعني ما شاء الله عليه، وكان بعد انتهاء الصلاة يبتدي يتمرن على الحروف الهجائية، يقول أب أب. فدائما هذا المنظر إلى الآن مرسوم في ذهني. بعض الأوقات هذا الشخص أشوفه هو طالع يلبس دريس ثياب الجندية، بعض الأوقات أشوف اللي هو يراجع ألفية ابن مالك، وكان يحفظ ألفية ابن مالك. هذه الصورة اللي شفتها وأنا صغير، يمكن كنت في مرحلة الابتدائي، إلى الآن لا زالت مرسومة واضحة جدا في ذهني، لأن كان هذه الشخصية غريبة جدا، دائما ملازم للمسجد ويعتكف في المسجد، ثم يعني هو موظف عسكري، لكن يعني حرص على طلب العلم. طبعا هذه الحروف الهجائية اللي يقولها أع وغير ذلك، وكان يتعلم التجويد على الوالد الله يحفظه ويطول بعمره ويتم على الشفاء. فالوالد أول ما بدأ يعلم التجويد للشباب كان يصحح الحروف، وعشان يصححون الحروف فكان يعطيهم تمارين يتمرنون فيها على هذه الحروف. فهذا الشيخ كان يمارس أو يهذب لسانه لتوضيح تلك الحروف. الشيخ اللي أتكلم عنه اللي هو الشيخ خالد بن سالم بن خميس بن خميس بن زايد المنصوري رحمة الله تعالى عليه. اليوم آلمنا خبر وفاته، وكلنا فجعنا بخبر وفاته رحمة الله تعالى عليه. هو من تلاميذ الوالد القدامى اللي من أوائل الناس اللي تتلمذوا عليه، ختموا على القرآن الكريم وأخذوا عنه علم التجويد، وكان لشدة حرص على التعلم العلوم الشرعية ترك الجيش وسافر إلى بعد من أخذ العلوم، يعني بالذات أخذ على الوالد بعض التجويد والنحو وبعض علوم الحديث أتذكر، هذه إلى الآن أتذكرها كان عند الوالد. ثم رحل إلى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه ودرس عنده، وكان من أوائل التلاميذ على الشيخ ابن عثيمين. ولذلك في الشطر القديمة الشيخ ابن عثيمين يقول يعني يذكر اسمه يا خالد زين، فهو شيخ خالد سالم رحمة الله تعالى عليه. أنا بذكر نقاط معينة عن هذا العالم من أعلام البحرين اللي يمكن أغلب الشباب وأغلب الناس لا يعلمون عنه، وكانت جنازته اليوم مشهورة جدا، يعني مع أن صلي عليه وغسل وكفن بعد صلاة المغرب، اللي كان الحضور كثيف يمكن 300 أو 400 واحد، مع أنه كان الوقت يعني خلاص ظلم الليل والناس ما درت عنه إلا يعني أنا ما درت قبل دفانه إلا يمكن بنص ساعة، لكن الناس أتت من كل حلب وصوب للصلاة عليه والدعاء له بالمغفرة والرحمة. الشيخ خالد سالم ولد في مدينة المحرق بحي المري سنة 1966 تقريبا، وعاش حياة عادية، لكن لما وصل إلى سن البلوغ أو في سن 18 أو 19 سنة ما كيف الله وجهه إلى العلم، فأخذ العلوم الشرعية بكل جد واهتمام. هذا كان عنده جد شيء غير طبيعي. لما أخذ على الوالد العلوم هذه راح إلى القصيم على الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وحسب ما أخبرني كان يدرس على الشيخ ويدرس بعض الشباب علم التجويد، لأن في تلك الفترة علم التجويد ما كان معروف أيضا في البحرين، تو بدأ ينتشر وغير معروف في السعودية. احنا قاعدين نتكلم على 30 سنة 35 سنة إذا ما يكون أقدم أيضا. فكان يدرس بعض التلاميذ علم التجويد، وكان يقرأهم القرآن الكريم ويعطيهم السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ خالد كان من أنبل وأذكى تلاميذ الشيخ ابن عثيمين بالذات في علم النحو، وكان يحفظ ألفية ابن مالك في النحو، وأيضا في علم الحديث كان يعني أنا عدة مرات شفته يذكر بعض الأحاديث بأسانيدها ويتكلم على الإسناد والرجال، وهذه ترى كان معروف عن الشيخ خالد السالم. وكان يحفظ بعض الكتب حفظ يعني يستحضر استحضار عجيب، مع أن أهل البحر ما يعرفونه. بعد ما أنهى أخذ العلم عن الشيخ ابن عثيمين انتقل من منطقة إلى منطقة، والغريب عن الشيخ خالد سالم يعني أنه كان ينتقل بعض الأحيان
مشي على الأقدام، يعني ينتقل من القصيم إلى المدينة المنورة يروح مشي، حصل له توصيله وصلوا له يمشي زين، ويروح مناطق ثانية الرياض مشي على الأقدام، يبتدي يقرأ المصحف، يبتدي يقرأ القرآن الكريم أو يراجع متن وهو ماشي، حصل له توصيله حصل له. سافر عدة سفرات، يعني هذا الغريبة في الشيخ خالد سالم رحمة الله تعالى عليه، سافر إلى المغرب وليبيا وتونس مصر اليمن باكستان ودول ثانية. الغريب أنه سافر اليمن 3 مرات، أحد السفرات راح ورجع مشى على الأقدام. أقول لك عنده جلد شيء غير طبيعي يعني. وفي أثناء هذا الترحال وهذه السفرات وقعت له الكثير من الحوادث. دائما للأسف أن الشيخ خالد سالم ما كان يرضى أن أحد يقيد هذه الأشياء المعلومات. لكن أنا يمكن في كتاب، يمكن أول ما ترجمت في كتاب الطرف في هذا الكتاب في مصطلح الحديث، قريت على هذه المنظومة ودونت المعلومات اللي كان يذكرها، يعني يمكن 20 سطر يمكن تقريبا، وبعض المعلومات مدونة عندي أيضا في مذكرات ترجمت له في هذا الكتاب، وترجمت له في مذكرة ثانية في كتاب آخر اللي هو مهمات الإسناد. لأن إذا كان الشيخ يتواضع، وهذا يعني لله سبحانه وتعالى، وهذا حق الله تعالى على العباد أن يتواضعوا له، لكن حق الطلاب العلم أن ينشروا فضائل ومحاسن العلماء، كل واحد يؤدي الحقوق اللي عليه. فمن هذا الباب أن أنا ترجمت في كتابين، يعني ترجمة موجزة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل البسيط. فكان ما يحب أن أحد يكتب عنه. يمكن الشيخ حسن أيضا حضر أحد المرات معي وكان عند الشيخ خالد سالم، وما يرضى أحد يسجل في المسجل، ما يرضى. زين. وهذا للأسف بعض الكثير من المعلومات والسفرات والفوائد ضاعت، ما دوناها، ما حد دون، ما حد من طلاب دونها أتوقع يعني، لكن بعضهم قد يكون سجل شيء أو كتب يمين يسار. فالمؤمل من طلابه واللي كانوا يحضرون له أن يجمعون هذه المعلومات عنه والفوائد اللي حصلتها في الأسفار، وتطبع في كراسة وكتيب، وتكون في ثواب وأجر للشيخ خالد سالم، لأنه دائما تذكر الصالحين دائما يستجلب الاستغفار. يعني واحد لما يقرأ ترجمة الشيخ أو عالم الله يغفر له، الله يرحمه، وهكذا، فهذا يكون له يعني مزيد من الرفع والدرجات عند الله سبحانه وتعالى. الشيخ خالد سالم من ضمن الأشياء الغريبة اللي عرف عنه أنه كان متواضع، زاهد، ما يهتم بأمور الدنيا، وكان عف اللسان، ما يتكلم على أحد. أنا عن نفسي ما سمعت أن يتكلم لا على طلاب العلم ولا على المشايخ. في فترة كان يعني كثير من الناس من طلاب العلم أطلقوا ألسنتهم على المشايخ، يطعنون فيهم وكذا، بمجرد ما يخطئ خطأ يتكلمون فيهم، إلا الشيخ خالد سالم باعد نفسه تماما عن هذا الجو وهذا الطريقة. فكان هذا من الأشياء اللي يعني لفتت نظري. فسبحان الله كان عف اللسان، وفي مجالسنا يعني لما نجلس معاه ينهانا عن الكلام في الأشخاص، يقول لك خليك في نفسك، في خاصة نفسك، تعلم وكذا. بعد ذلك أنت وين هؤلاء طلاب العلم والمشايخ؟ أنت شوف نفسك وزكها وربها وتعلم. أما هذا الفن الجرح والتعديل بين الأشخاص هذه لا يشغلك عن طلب العلم. من ضمن الأشياء أتوقع أن اللي جالس الشيخ خالد سالم يعرف عنه أنه كان صاحب فكاهة، يمازح، يعني ما أحد يمل من الجلوس معه، مع العلم الغزير اللي عنده كان صاحب فكاهة. ولذلك كل من رافق الشيخ أو جالس الشيخ يعني أتوقع هذه سمة متفق عليه، يذكر لك أنه كان يعني يرمي النكات ويذكر قصصه، سفراته اللي يسمونه للبلدان بأسلوب شيق، الكل يضحك، الكل يبتسم، ويطلب منا أنه يعني يسرد علينا القصص الأخرى، لأنه كان صاحب يعني فعلا يعني. من أحد السفرات اللي سافرها إلى السند على الشيخ بديع الدين السندي، وراح قرأ عليه نخبة الفكر
شيء من صحيح البخاري، يقول بس ما استحملت الحر، يقول في الليل أجلس البعوض قضضنا البعوض نتفني في المكان، يقول احنا ما نستحمل، استحمل شوي لكن في الأخير يقول رجعت ما قدرت استحمل أكثر من شهر. مع أن ذهاب إلى السند وجلوس عند الشيخ هذه المدة يعني هذا بحد ذاته صبر ومصابرة وجهاد لطلب العلم. فيذكر ويقول أنا أول ما ذهبت إلى باكستان ورايح حق الشيخ بديع الدين جلس إنه واحد ملتحي لحيته طويلة كذي، يقول ما شاء الله وجهه منور يعني خوش سفرة دي، يقول شوي كان يطلع له سيجارة يعني بهذا الاسلوب يقول سيجارة، وكان يطلع لك الكبريت ويقول لك هلون ويمثل يعني. فأقول لك احنا مستمتعين بهذا القصص. يقول كان ودي انه يسمونه اخنق بلحيته يقول ذبحنا بريحة السيجار دي. فكان بهذا الاسلوب كان دائما يذكر ايش القصص. وذكر لنا قصة معانا لما ذهب الى كان عنده مذكرة يكتب فيه جميع الحوادث اللي تحصل له، شيوخه ما شيوخه، لكن للأسف هالمذكرة دائما كانت عنده، وكان يعني شديد الحزن على ضياع أو ذهاب هذه المذكرة. لما نزل ليبيا للأسف خذوا الأمن وخذوا كل أغراضه، ومن ضمن الأشياء اللي أخذت منه هذه المذكرة، وسفروا ورجعوا البحرين من غير أي شيء. يقول أنا كان ودي قلت لهم يا جماعة أعطوني هذه المذكرة بس، خذوا اللي تبغونه بس أعطوني المذكرة دي. فوائد السفرات والرحلات كلها راحت، فكان يندم ويتحسف على ضياع هذه المذكرة. في السابق تدرون ما في لابتوب، ما في تسجيلات، ما في واحد يحفظ، ولا حتى آلة التصوير يعني ما كانت بهذا الكثرة اللي نشوفها في الوقت الحالي. رحمة الله تعالى عليه كان يعني أيضا كان صبور، يعني رجل يعاني من مرض السكري والقلب وغير ذلك وفي الفشل الكلوي، لكن مع ذلك صبور إلى أبعد الحدود. إن إحنا نروح نزوره وتشوف التعب والإعياء على وجهه، لكن ينبسط معاك، يجلس ويقرأ وكذا ويضحك، وأنت قاعد تشوفه على الإعياء. إلى تاريخ وفاة اليوم اللي وفى فيه قبل يمكن ساعتين أحد الأخوة متصل فيه يقول كلمة عادي، يقول إن شاء الله بطلع بعد العملية وإن شاء الله يعني نشوفكم بعد العملية. أنا كنت متصل له قبل يومين، كنت أبغى أزوره أقرأ على متن في مصطلح الحديث، كنت لأن ذكرت في هذا الكتاب إني أنا قرأت على هذا المتن وأنا كلمته بقرأ على هذا المتن، قال أبشر تعال حياك في أي وقت. سبحان الله، لكن ما صار نصيب اللي هو نخبة الفكر، كنت ودي إني أقرأ عليه، وقال خلي اتصل لي الشيخ محمد ونحدد وقت. هاي قبل يومين 3 أيام. اليوم تفاجأنا إنه هو مرقد في المستشفى صباحا، وكنا بنزوره قالوا الزيارة ممنوعة، وتفاجأنا عصر إنه هو الشيخ رحمة الله تعالى عليه توفي. هذا الشيخ الكثيرين ما يدرون عنه، لأنه يعني حتى بعض الوظائف اللي أعطوه في بعض المدارس هو يعني إنسان عاش حر. الإنسان اللي يعيش حر ما يحب إنه واحد يعني يقيد بالوظائف الموجودة دي. الشيء اللي يحزن عليه أن المستفيدين من علمه قلائل، يعني اللي ما يعرف اللي سمعوا عنه قلائل، واللي استفادوا منه أقل من إيش القليل. ويحق لأهل البحرين أن يفتخروا بهذا الرجل اللي كان يعني من كبار تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وكان أنا أتوقع أن كان من كبار المسندين والمحدثين في البحرين، يعني اللي جلس معاه يعرف ذلك. الشيخ خالد سالم كان حنبلي المذهب، وكان في جامع الشيخان في الرفاع بعض الدروس كان شرح بعض أبواب من كتاب صحيح البخاري، وكان شرح بعض المتون الفقهية، العمدة لابن قدام المقدسي، وشرح بعض متون المصطلح، بعض متون أيضا النحو، يعني عنده حركة. ومن ضمن الأشياء اللي تستوقف الواحد مع هذا المرض السكري، ويومين يروح في الأسبوع لغسل الكلى، سنويا كان يذهب إلى الحج، يختار 20 طالب من طلابه العلم ويصطحبهم وينفق عليهم ويساعدهم، يعني جزاه الله خير، ينمى له هناك ويوديهم العمرة.
وعفوا يودون الحج. آخر مرة شفته أنا أيضا شفته في رمضان، كان مقعد على الكرسي واحد من طلابه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واحد من طلابه ماسكه ويعني دز الشيخ. فسبحان الله من أدبه وتواضعه، أنا إذا أمشي ما تلفت يمين ولا يسار، هذه لو واحد يناديني شيخ محمد شيخ محمد، التفت واحد طالب علم يناديني يقول لي الشيخ خالد سالم يناديك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لي الشيخ خالد سالم يناديك. وين الشيخ خالد سالم؟ لا جالس في الكرسي ورا. يقول هو شافك وكان يناديك. والله شفت المقعد وسلمت عليه وقبلت راسه. فرجل يعني خلوق جدا، متواضع جدا. المفروض اللي يسمونه أكون بين يدين الشيخ خالد سالم وليس هو. ذهاب بالشيخ خالد سالم هذا المحدث الفقيه المسند، يعني قد يكون من المغمورين في البحرين هذه، وإن كان هو مغمورا يعني آثر أن يكون مغمورا في المجتمع البحريني، لكن الواجب علينا أن نذكر مآثره ومحاسنه وأن نكتب في ترجمته. وحتى الطلاب اللي كانوا يحضرون دروسه وسجلوا بعض الدروس يفرغون هذه الدروس ويتبعون، لأن هذه من باب الوقف. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذه يعني العلم النافع وقف في للشيخ خالد سالم، كل ما واحد يقرأ ويدعو له. فهذه يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يغفر له بما قدم من العلم والعمل. ترى من الشيخ خالد سالم من الأشخاص اللي أنت تتعلم مو بكلامه، بسمته. تشوف اللحية والغترة والأدب والوقار اللي عليه، تتعلم من سمته قبل تتعلم من كلامه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن ينتزع العلم بموت أو بقبض العلماء. العلم، ولذلك تشوف ليش الآن بدأ ينتشر يسمونه الجهل؟ بموت العلماء. الناس ما تدري، لاهين ساهين. وموت هذا أو وجود هذا العالم قد يكون رحمة للعباد والبلاد في المنطقة اللي يعيشها ذلك العالم. احنا ما نحس، لكن موت هؤلاء العلماء لا ندري إذا لم يكتب الله سبحانه وتعالى لنا وجود عالم آخر، قد يكون هذا يستجلب علينا غضب رب العالمين. وأختم كلامي بشعر دائما احنا نتمثل به إذا مات أحد الفضلاء، يقول: لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا فرس تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر أو فذ يموت بموته خلق كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، وأن يغفر له، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يعلي مقامه في عليين، وأن يحشره ويجمعه مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.